العاشرة مساء بتوقيت أسمر المحل أينما كنتم أيها السادة والسيدات. من الفضائية التي نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء المستهل كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. حملة مكثفة لمكافحة الجرائم بالبلاد. كلية حمل المال الزراعية تخرج دفعة جديدة من طلابها. مشروع النساء الزراعي في تسني على قدر يصل إلى مرحلة مؤمنة. الولايات المتحدة تتوعد تركيا بعقوبات اقتصادية على خلفية صواريخ إس 400. مقتل 13 على الأقل في تفجير انتحاري بكابول. أوروبا تصبح ثاني منطقة في العالم تتجاوز 250 ألف وفاة بكورونا. أهلا بكم إلى التفاصيل. تنتظم في البلاد أنشطة مكثفة للسيطرة على أسراب الجراد التي تنتقل باستمرار من إثيوبيا. وأعلنت وزارة الزراعة أن أنشطة المكافحة جارية منذ 16 أكتوبر في معظم مديريات الإقليم الجنوبي بمشاركة فاعلة من قوات الدفاع والشعب وخبراء الزراعة والإدارات واستخدام معدات الرش الآلية واليدوية. وأكدت الوزارة عدم وقوع أضرار حتى الآن في المزارع والمراعي. في الإقليم الأوسط تم السيطرة على أسراب الجراد التي ظهرت صبيحة يوم 24 أكتوبر على مساحة 100 هكتار في منطقة حمبرتي بمديرية قال نفحي. أوضح مسؤول مكتب وزارة الزراعة في مديرية قال نفحي السيد هابت مريم أميناي وخبير وقاية النباتات في مكتب وزارة الزراعة في الإقليم الأوسط شابة لوام كبروم والعقيد تخلى والدقرقش من قادة وحدات قوات الدفاع في المنطقة أن التنسيق وتبادل المعلومات السريعة كانت من العوامل المهمة لأنشطة السيطرة الفاعلة على الجراد. وتتواصل أعمال رش المبيدات لمكافحة الجراد التي تتكاثر على شواطئ البحر في مناطق واسعة بإقليم شمال البحر الأحمر ومناطق سلعة بإقليم القاشبركة ومديرية أصمات في إقليم عنسبة. وتدعو وزارة الزراعة على الدوام المزارعين لليقظة والإسراع في الحصاد لاستمرار ظاهرة الجراد وتقديم المعلومات السريعة في حال ظهور أسراب الجراد. خرجت كلية حمل المال الزراعية اليوم 24 أكتوبر 422 طالبا بدرجتي البكالوريوس والدبلوم، وتخرج 222 طالبا بالبكالوريوس و200 بدرجة الدبلوم في مجالات الاقتصاد الزراعي والهندسة الزراعية وعلم البذور وعلم الحيوان وعلم النبات والفواكه والثروة الأرضية والبيئة وعلم الغذاء والثروات البحرية وتقنية الأحياء ووقاية النباتات والبيطرة. وهنأ عميد كلية حمل المال الزراعية البروفيسور ولد أملاخر آية في المناسبة الخريجين وأولياء أمورهم قائلا أن الزراعة باعتبارها مرتبطة بالأمن الغذائي فإنها من الأولويات في البلاد، ومن الضرورة الانتقال من الوسائل التقليدية إلى الزراعة الحديثة النقدية للوصول إلى أعلى مستويات تطور الإنتاج الزراعي. وبما أن تحقيق هذا المبتغى يتطلب قدرات بشرية موجهة بالعمل والمعرفة، فإن الكلية الزراعية تبذل الجهود المتواصلة في هذا المجال. ودعا الخريجين لتعزيز المساهمة المهنية لتطوير البلاد. أفادت المزارعات من أعضاء الاتحاد الوطني للمرأة في مديرية تسني بأن زراعاتهن النامية عبر التنمية المروية في مشروع تسني على قدر الزراعي توجد في وضع جيد وقد بلغت معظمها مستويات الإثمار. وأوضحت مسؤولة المرأة في المديرية السيدة مأزة محراي أن المرأة ظلت تشجع للنشاط في المجال الزراعي منذ العام 2096 في إطار الجهود الجارية لتحسين معيشة المرأة، وتنمي هذا العام 70 من النساء 140 هكتارا وتوجد في وضع جيد. وأشارت السيدة مازا إلى أن الخريف الماطر ودعم الآليات ساعد المزارعات لتسيير أنشطتهن الزراعية بسلاسة مشيدات بدور الشركاء. من جهتها أوضحت رعايات الأسر الناشطات في المشروع لأكثر من 10 أعوام تنميتهن الحبوب والخضروات عن طريق الري ويعشن من خلال الإنتاج السنوي الجيد. ومع وفرة المياه في المشروع يتوقع أن هذا العام حصاد إنتاج وفير. في الختام دعت مسؤولة المرأة في مديرية تسنية السيدة مأزة محرز المزارعات
للقيام بمتابعة جادة حتى جمع الحصاد. يقوم مزارعو 15 ضاحية في مديرية الدقيح بالنفير للحصاد والجمع للحشائش للعلف الحيواني لإنقاذ الموسم الزراعي من أسراب الجراد التي تنتقل من دول الجوار. وأشار مكتب وزارة الزراعة في المديرية إلى زراعة مساحة أكثر من 6242 هكتار بالذرة والبقوليات. وذكر خبير تنمية النباتات في المكتب السيد أبراهام بيانات تفاوت أوضاع المزارع مع كميات وطول الأمطار، حيث يتوقع إنتاج أفضل في ضواحي مندفرة وأوهاني وعدخنة وتخنة ومألوية. سيداتي سادتي، إلى فاصل ما ثم نوفيكم بالأنباء العالمية. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية إدانتها بأشد العبارات الاختبار الذي أجرته تركيا لنظام الدفاع الجوي S-400 الروسي، وحذرت من تأثر العلاقات الدفاعية مع أنقرة بشكل خطير. وقلل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أهمية الانتقادات الأمريكية، مؤكدا أن بلاده ستواصل إجراء التجارب على هذه المنظومة، فيما تهدد واشنطن بفرض عقوبات اقتصادية قاسية على أنقرة تطبيقا لقانون أقره الكونغرس في 2017، وينص على اتخاذ تدابير عقابية تلقائية ضد أي بلد يشتري أسلحة روسية. وكانت وسائل إعلام تركيا أكدت أن أنقرة أجرت أول اختبار لنظام S-400 في 16 من أكتوبر، وهو نظام أثار شراؤه وغضب الولايات المتحدة وحلفاء آخرين لتركيا في الحلف الأطلسي. قال مسؤولون أفغان أن ما لا يقل عن 13 شخصا قتلوا في تفجير انتحاري استهدف مركزا تعليميا في العاصمة كابول. وقال سعيد جامل المتحدث باسم وزارة الصحة أن 13 جثة وانتشلت من موقع الهجوم، وأصيب 30 شخصا ونقل إلى المستشفيات، مضيفا أن عدد الضحايا مرشح للارتفاع. ونقل المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق عن حراس أمن قولهم أنه جرى تحديد هوية منفذ الهجوم الذي فجر عبوات ناسفة في الشارع أمام مركز كوثر دانش التعليمي. ونفى متحدث باسم حركة طالبان على تويتر مسؤولية الحركة عن هذا الهجوم الذي جاء في توقيت حساس تجتمع فيه وفود من المتمردين والحكومة الأفغانية في قطر سعيا لاتفاق سلام، حتى مع تصاعد العنف ومواصلة الولايات المتحدة سحب قواتها. كشف إحصاء لرويترز أن أوروبا أصبحت ثاني منطقة على مستوى العالم بعد أمريكا اللاتينية تتجاوز 250 ألف وفاة بفيروس كورونا اليوم السبت، وذلك بجانب تسجيل أعداد قياسية من حالات الإصابة اليومية بالمرض على مدى الأسبوعين الماضيين. وفقا لإحصاء رويترز تمثل أوروبا نحو 19% من إجمالي الوفيات ونحو 22% من حالات الإصابة على مستوى العالم. وقالت منظمة الصحة العالمية أن النصف الشمالي من الكرة الأرضية يواجه لحظة حاسمة في مكافحة جائحة كوفيد-19، إذ يشهد عدد كبير من الدول تزايدا مضطردا في أعداد الإصابات. وأشارت الطبيبة ماريا فان كيرخوف المسؤولة عن إدارة ملف كوفيد-19 في المنظمة التابعة للأمم المتحدة لأن ما يقارب نصف حالات الإصابة بالفيروس المسجل في الساعات 24 الماضية كانت في أوروبا. أعلنت الولايات المتحدة على لسان مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض في بيان أنها أرسلت زوارق دورية لخفر السواحل لمواجهة أنشطة الصين التي تزعزع استقرار مناطق صيد السمك المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي. وأوضح المستشار الرئيس دونالد ترامب أن السفن الدورية من فئة سانتيل تقوم بمهام أمنية بحرية، بما في ذلك مساعدة الصيادين بالتعاون مع شركاء في المنطقة يمتلكون قدرات محدودة للمراقبة البحرية. وتتهم واشنطن الصين باستمرار انتهاك القانون الدولي عبر قيام سفنها الحربية بمواكبة سفن صيد السمك العاملة في مناطق صيد دول أخرى مثل تايوان والفلبين وماليزيا. بهذا وصلنا إلى ختام هذه النشرة، في أمان الله وحفظه.